امتحان الثانوية سنة 2023 حصلت حاجة غريبة. الطلاب لاحظوا والمدرسين لاحظوا لدرجة إن في ناس هجمتنا. تجربتي مع الأحياء في الثانوية العامة ما كانتش أحسن حاجة. الأحياء هي أكتر مادة ضيعت مني درجات، وزي ما تقول كده ضيعت مني حلم الكلية اللي كان نفسي أدخلها. بسببها دخلت كلية تجارة، ومن هناك بدأت مرحلة جديدة في حياتي. بعد التخرج قررت أفتح مكتبة، ومكتبتي كانت مصدر لتوزيع كتاب أحياء. ومع مرور الوقت بدأت أحس إني مش بوزع كتاب وخلاص. بدأت ثقتي في الكتاب تكبر، وزادت أكتر لما تواصلت مع عدد كبير من مدرسين الأحياء في كل المحافظات. وعشان إحنا زي ما قلت كنا ولازلنا الموزعين الوحيدين للكتاب لسنين طويلة. امتحان الثانوية سنة 2023 حصلت حاجة غريبة. عدد كبير من أسئلة الامتحان كانت أفكارها موجودة في كتاب التميز. الطلاب لاحظوا والمدرسين لاحظوا لدرجة إن في ناس هجمتنا وقالت إن لنا علاقة بواضع الامتحان. طبعا الكلام ده مش صحيح، بس الكلام ده بيأكد قد ايه الكتاب كان سابق بخطوة. ومع كل سنة جديدة الكتاب بيكسب أرض أكتر. طلاب كتير بتنجح وتتفوق، ومدرسين بيعتمدوا عليه كمصدر أساسي. وأنا بالنسبة لي بقيت أشوف فيه رمز لرحلتي. رحلة بدأت بخسارة حلم وانتهت ببناء حلم أكبر. الأحياء كانت هي سبب ألمي، النهاردة بقت هي شريك نجاحي، وده سر اهتمامي بيه، مش لأنه كتاب أحياء وبس. انتظروا فيديو المراجعة الكاملة لكتاب 2026. وبصراحة عايز أشكر أخي وصديقي دكتور محمد خالد زغلول على المجهود الكبير اللي بيبذله علشان يبسط لنا مادة الأحياء. وصلت لحد هنا يبقى أنت مهتم. ولحبايبنا طلاب تالتة ثانوي أو أي حد عايز يكسب الكتاب ويهديه لطالب ثانوية عامة، اعمل لايك وشير ومتابعة للصفحة وسبسكرايب لو أنت على يوتيوب. وأعلى 5 تعليقات هتجمع إعجابات خلال أسبوع من نشر الفيديو هيكسبوا معانا 5 نسخ هدية. واستنوا ريفيو الكتاب من الداخل. أنا إسلام يونس، وهنا مكتبة إسلام بالفجالة. سلام.